ضرب الجزاء الاهلي ضد الزمالك غير صحيح، ده لسان كل الزملكاويه، ومن انسحاب الزمالك من المباراه الى التتويج بلقب السوبر الافريقي. اولا من واحد اهلاوي الف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، الفوز عن استحقاق. وفعلا الاهلي ما جاش السوبر، الاهلي ما حضرش، مش ده ابدا الاهلي ولا دي شراسه الاهلي يا راجل، ده احنا تقريبا ما عملناش هجمه. ازاي يا كابتن ياسر المهاجم يسبقك بالطريقه دي ويسجل هدف؟ وازاي يا كابتن شناوي تترمى على كورتين وتقريبا في ايدك وما تصدش حتى كوره في ركلات الترجيح؟ وزي ما بقول كل مره، اي حد بيقلل من الزمالك ما عندوش فكره عن الكوره. بس فعلا ما عجبتنيش اللقطه دي، لقطه ناصر منسي وهو بيستفز جمهور الاهلي بالاحتفاليه دي بعد تسجيله ركله الترجيح. الزمالك ابو الكباتن كان هينسحب من المباراه اول ما الحكم حسب ركله الجزاء للاهلي، ده كان ناقص شويه ولاعيبه الزمالك يضربوا الحكم. بس لو جينا نشوف ركله الجزاء هنلاقي فعلا ان في مخالفه من المسلوسي على قدم اكرم، وبالفعل يا ابو الكباتن المخالفه كانت داخل منطقه الجزاء. كمان نجوم الاستوديو التحليلي زي النجم كاكا مثلا قال ان هي ركله جزاء صحيحه، وكمان باتريك فيرا قال انها ركله جزاء صحيحه. صحيحه بقى ولا مش صحيحه؟ في النهايه فاز نادي الزمالك